السلام عليكم. معكم دكتور بوسحابة بدر الدين، دكتور أخصائي في جراحة العظام والمفاصل بتطوان، أخصائي في الجراحة التقويمية واستبدال المفاصل، وأخصائي في الجراحة بالمنظار. جيت اليوم بغيت نتكلم لكم على واحد الموضوع مهم، هو عملية استبدال مفصل الركبة. هي واحد العملية اللي كتهدف إلى تغيير المفصل الطبيعي المتآكل للمريض بواحد المفصل اصطناعي اللي كيخول ليه يقوم بنفس الوظائف ونفس الأدوار ديال المفصل الطبيعي. العمليه اللي قلنا بها للسيد اللي عنده 82 سنه، قلنا لها واحد العمليه على مستوى ديال الركبه الايمن الركبه اليمنى اللي كان كيعاني بالالم على مستوى ديال المشي وعلى مستوى ديال الصعود السلالم وحتى في الاداء ديال الصلوات ديالو. دونك في استحالة وجود واحد النتيجة طيبة مع الأدوية ومع المسكنات ديال الآلام والحقن الموضعية، ارتأينا نقترح للمريض واحد التدخل جراحي كيهدف باش نغيروا المفصل الطبيعي بالمفصل الاصطناعي. الحمد لله العملية مرت في ظروف جيدة للغاية. الفضل كيرجع الله سبحانه وتعالى، كيرجع للأطباء ديال الطاقم التمريضي وديال الأطباء ديال الطاقم التمريضي ديال التخدير وديال الإنعاش ديال الطبيب الجراحة العظام والمفاصل والطاقم اللي معاه وديال المكونات الكاملة ديال المصحة الدولية اللي خولتنا نقوموا بهذا النوع ديال العمليات في مدينة تطوان. في الوقت السابق كان المريض كان كيسافر للمدن الكبرى باش كيقوم بهذا النوع ديال التدخلات الجراحية. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبالفضل ديال هذه المصحة أصبح الإمكان أن المريض يقوم بهذا التدخل الجراحي في مدينة تطوان، والحمد لله الأمور مرت بشكل جيد. الحمد لله العملية مرت في ظروف جد طيبة. المدة ديال العملية كتقدر بساعة وربع. الحمد لله المتدخلين اللي كانوا هما الطبيب ديال العظام والمفاصل والطاقم اللي معاه والأطباء والممرضين ديال التخدير والإنعاش والمكونات الكاملة ديال المصحة الدولية. تطوان هي واحد المصحة اللي جات باش انه كتعوض داك الخصاص اللي كان في مدينة تطوان. جمعت واحد المجموعة ديال المختصين في شتى المجالات الطبية. الهدف ديالها انه باش كتنقص باش كتنقص من النقص الحاد اللي كان على مستوى ديال الخدمات الطبيه في هذه الجهه كامله ديال تطوان والجهه ديال تطوان الكبرى.